بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة يا جماعة إن شاء الله بالنسبة إلى الجراوة يا جماعة، بالنسبة إلى الجراوة في الصحراء، إن أنت تزرع الجراوة اللي هي السكري أو الجراوة اللي هي علف الفيل. إن شاء الله أنا هقول لك إيه اللي ينفع يا جماعة، وبعد تجربة طبعا إيه اللي ينفع في الأرض الجبل يا جماعة، اللي هي الأرض الرملة، إيه اللي ينفع اللي هي السكري أو الجراوة اللي هي علف الفيل. انا هقول لك ايه لا ينفع وبتجربة يا جماعة، وبتجربة قدامكم بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا انا دلوقتي مجرب يا جماعة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. دي اللي حضراتكم شايفينها دي يا جماعة اللي هي السكري، والتانية دي يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دي ايه، دي اللي هي علف الفيل. طبعا هنعرف دلوقتي بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفين يا جماعة علف الفيل عامل ازاي بالنسبة للصحراء يا جماعة. انا بتكلم دلوقتي بالنسبة للارض اللي هي في الصحراء، مش بتكلم في الارض اللي هي طينة. طبعا الارض اللي هي طينة يا جماعة بينفع فيها اي حاجة، اي حاجة انت تزرعها في الارض الطينة بينفع فيها. انما بالنسبة للارض الصحراء يا جماعة الرمل ما ينفعش فيها غير حاجات معينة. طيب ان شاء الله هنعرف دلوقتي مع بعضينا شوية تفاصيل يعني عن الجراوة كده يا جماعة، وايه اللي ينفع علشان ما تندمش وتزرع وبعد كده ما يطلعش وانت كده فاتتك السنة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش طبعا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة، قربنا نخش على 1000 متابع، وده دعمكم طبعا. وطبعا شكرا لكم جزيلا على الفيديوهات، على دعمكم على الفيديوهات الذي مضت. طيب طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو. طيب يا جماعة بالنسبة إلى الجراوة اللي هي السكر يا جماعة، بصوا يا جماعة. طيب أنا زرع حوض هنا يا جماعة وحوض هناك، تمام يا جماعة. هنمشي للحوض اللي هناك بنفس الشكل حضراتكم شايفينه ده. طبعا يا جماعة بالنسبة إلى الجراوة اللي هي السكر يا جماعة ما بتنفعش نهائي، ما بتنفعش نهائي يا جماعة في الأرض اللي هي الرمل. في الأرض الرمل يا جماعة السكر دي ما بتنفعش. بصوا يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا يا جماعة ما فيش غير هي نقرة واحدة اللي طالعة. بصوا يا جماعة ما فيش غير هي نقرة واحدة بس اللي طالعة، وعلته طالع وعلته الجراوة مش طالعة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه. بصوا يا جماعة اوريكم بس حاجة كثيرة بس صغيرة كده. بصوا يا جماعة جميع الأرض كلها يا جماعة فاضية ما بتزرعش. ليه؟ هو غير اللي زرع برسيم بس، إنما غير البرسيم يا جماعة في الصيف. احنا دلوقتي يعني نعتبر في شهر 6، في أول شهر 6 الصحراء دي بتبدأ فاضية يا جماعة لحد شهر 12 بيبدأ يزرع ايه القمح. طيب مش موضوعنا احنا، بس دلوقتي حبيت اوريكم بس الجراوة السكري علشان ما تندموش وتزرعوها. شيء زي ما حضراتكم شايفين الجراوة السكري يا جماعة ما منهاش نمو خالص. فين يا جماعة النمو التخدير فيها اللي هي الجراوة السكري؟ ايوه هي بتدي السعي وبتدي السعي يا جماعة، بتدي له مفيدة الى السعي. بس يا جماعة فين هي الارض عشان انت تزرع فيها؟ طب في الارض الطينة يا جماعة بينفع فيها اي زراعة. طيب بص يا جماعة. طب دي يا جماعة الشكل حضراتكم شايفينه ده دي مش سكر يا جماعة. الشكل حضراتكم شايفينه ده دي علف الفيل. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة علف الفيل. بص يا جماعة كمية الكثافة وكمية الجذور وكمية الحلاوة بتاعت الجراوة يا جماعة عاملة ازاي. بص يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بص يا جماعة، بص يا جماعة. طيب الحوض في الحوض يا جماعة، الحوض في الحوض. ها دي دي علف الفيل يا جماعة، واللي جنبها دي السكر. بص يا جماعة الكثافة بتاعت الفرق، فرق شاسع يا جماعة. يبا كده عرفنا موضوعنا يا جماعة النهاردة عن الجراوة. وانت ايه اللي يمكنك تزرع الجراوة ني. طبعا انا زرعت ليه يا جماعة 2. انا عارف ان هي مش بتطلع، انا عارف ان هي السكر يا جماعة مش بتنفع في الارض الرملة بتاعتنا. ليه؟ بس انا حبيت ازرع حوضين يا جماعة. حوض هنا، حوض بالشكل حضراتكم شايفينه ده سكري، وحوض على الفيل، علشان ابا يعني بوريكم الكلام يا جماعة، وبوريكم الفعل بالظبط معاكم، عشان ايه اعرف اصور لكم الفيديو واعرف اقنعكم بالفيديو الصح. بصوا يا جماعة كمية الكثافة بتاعت علف الفيل يا جماعة. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله. طب ده يا جماعة قاعد له بتاع 40 يوم تاني وبيبدأ ايه انه يتحشى يا جماعة. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله حش البرسيم عامل ازاي، حش الجراوة يا جماعة. بص يا جماعة كمية الكثافة بتاعت البرسيم بسم الله ما شاء الله
تبارك الرحمن. بصوا يا جماعة، طبعا ايه متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. ونصيحة مني في الأرض الرملة ما تزرعش الجراوة السكري، ما تخليش حد يلعب في عقلك وتزرع الجراوة السكري. وصلى على النبي.